دلوقتي هنتكلم عن صفات الملكية، يعني بالإنجليزي possessive adjectives. إيه صفات الملكية؟ افرض إن في كتاب، أنا عايز أبين الكتاب بتاع مين؟ بتاع اللي بيتكلم ولا بتاع اللي أنا بكلمه اللي هو المخاطب، ولا بتاع اللي أنا بتكلم عنه اللي بنسميه الغائب. فمثلا بالإنجليزي لما نقول ماي بوك، ماي دي عرفتني إن في واحد بيتكلم وبيتكلم عن كتاب بتاعه، بتاع المتكلم، اللي هي بالعربي كتابي، وعبرنا عن الملكية هنا باليه اللي في آخر كلمة كتاب. في القبطي هنقول باجوم. با هي ديت صفة الملكية اللي تساوي ماي في الإنجليزي، يبقى با في القبطي هتساوي ماي في الإنجليزي. هنا برضو الورقة ديت في نفس الموضوع، بدل كتابي عايز أقول اسمي، هتبقى باران. ران معناها اسم، وبا اللي هي معناها ماي بالإنجليزي، يعني باران تساوي ماي نيم، وتساوي بالعربي اسمي. يبقى با صفة ملكية خاصة بالمتكلم، بتبين الاسم ده بتاع مين، بتاع اسم اللي بيتكلم، وتساوي ماي في الإنجليزي واليه اللي في آخر كلمة اسمي في اللغة العربية. بتتصرف صفات الملكية مع الضمائر الشخصية. قبل كده قلنا الضمائر الشخصية 8: أنا، أنت، أنتِ، هو، هي، نحن، أنتم، هم. فاحنا دلوقتي لما بقول باران يبقى اسمي، يبقى الاسم بتاع المتكلم، يعني ليها علاقة بكلمة أنا. طب لو أنا عايز أقول اسمك، يعني الاسم بتاع المخاطب ليها علاقة بكلمة أنت، هنغير با ونعملها بيك، فهتبقى بيكران معناها اسمك. واحنا خدنا قبل كده ان حرف الكاف بيدل على المخاطب، بيدل على كلمة انت. حرف الالفا في باران احيانا مش دايما بيدل على المتكلم. عندنا حرفين بيدلوا على المتكلم، حرف الالفا واحيانا حرف اليوتا، بس في استخدامات أخرى هنعرفها في مكانها أو عرفناها قبل كده. يبقى باران اسمي ماي نيم، بكران اسمك يور نيم، اسموكي اسمك انت، لما نكلم واحدة ست بنشيل الكاف تبقى بيران. الكلام ده موجود في العربي، إن المخاطب غير المخاطبة، أنت غير أنت، إنما في الإنجليزي بنقول يور في الحالتين. يبقى عندنا باران اللي هي ماي نيم، بكران وبيران اللي هي يور نيم. الإنجليزي ما بيفرقش بين الكلمة اللي معناها اسمك والكلمة اللي معناها اسمك أو اسمك بالعربية الفصحى. طب نكمل الثمان ضمائر. أنا قلت اسمي تبقى باران، واسمك تبقى بيكران، واسمك لما أكلم واحدة ست تبقى بيران. بعد كده هنيجي على اسمه واسمها.
اسمه بنسميها الغائب واسمها بنسميها الغائبة. دايما هو بنعبر لها بحرف الف، فتبقى بيفران اسمه، وهي بنعبر عنها بحرف السين تبقى بيسران اسمها. وهنلاحظ هنا ان المؤنث فيه حاجتين. في المؤنث المخاطبة لما نكلم واحدة نقول لها انتي بتبقى بيران اسمك، ومؤنث الغائبة لما نتكلم عن واحدة نقول اسمها هي بتبقى بيسران. افتكروها ديت عشان ساعات كتير الدارس بيتلخبط بينهم. هنيجي بعد كده على الجمع. بينران اسمنا، النون بتعبر عن احنا، وهنلاحظ ان حتى في العربي النون بتعبر عن احنا. بينران اسمنا. اسمكم هتبقى كده بيتينران. خدنا برضو قبل كده ان تين بتعبر عن انتم اسمكم، وبعدين بوران اسمهم، حرف الواو في بو بيعبر عن هم او هن، يعني للمذكر والمؤنث. يبقى الثمان حالات بتاعتنا مع الثمان الضمائر الشخصية: باران اسمي، فكران اسمك، والكاف معناها أنت زي في العربي. بيران اسمك اسمكي، لما واحدة ست بنشيل الكاف. بيفران اسمه بنعبر عن هو بالفه. بيسران اسمها، السين بتعبر عن هي. بينران اسمنا، النون بتعبر عن احنا. بيتينران اسمكم، وبوران اسمهم.